بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله الدرس الأول إن شاء الله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتي قام يوم الاثنين وهو يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أقلنا انتقال في شهر ذي القعدة 26 من ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم شهر محرم من سنة 1429 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الموافق ل 24 نوفمبر 2008 من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. إن شاء الله السجين درس الأسبوعون وإن شاء الله مقدمة في السيرة النبوية الشريفة. أولا مدينة السيرة تعرف في اللغة العربية المعني اسم للحالة نعم الطريقة نعم الصفة. أما دنيا سيرة الشخصية الها سيرته حسن يعني الخلق بس تدوسلط أمشي بحو كذا وتسقسيق في الناس أشيني ساعة السيرة الهان هذا هو الكونتينت يعني الطريقة في الها وكيف يتعرف في القاموس. أما السيرة الشريعة في قانون الشريعة الإسلامية هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ذي العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الصفات التي يخلق ربي عز وجل كذلك يعني أمدنا الخلقية والخلقية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكي من حيث المعنى والسيرة والعلماء قالوا بأن قامت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أحضر السيرة بس تختلف في السيرة من الأنبياء بعض إنها في الزعماء إنها في العلماء تختلف تمتاز سبحان الله
الساعة المميزات، الساعة الخصائص. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة أي اتيان تختلف ديفيرونت. السيرة أن الأنبياء ولما يقال سيدنا موسى سيدنا نوح سيدنا إبراهيم أن العباد يعني ساعة الشان وإن كذلك تختلف أتصل سيرة الرسول ولكن العباد يسعى كان أزال في المجتمع. المميزة ثاني أفجدناها إن شاء الله حسن بجنبني بلي السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تمتاز ميزة ربي عز وجل في كل الأنبياء والرسل. مميزة ثاني تقدر تسمى إن شاء الله اللي 5 6 بعض النقاط كذي أثنتنوالي إن شاء الله. ثالث ورث النقطة ثالث ورث شو تمتاز تختلف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هي أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل من حيث أن يقال المصدر إنس. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل ويساعدها الشك ما تصغر القرار يولي النبي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيكشمال الشك الجيس وكذلك نولي الدرس إن شاء الله من غير مصادر السيرة النبوي لا سورس لنا نقدر مليح أمشي بالبعض السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنرجع النقطة يقطع ولكن ذي الميزة الصفة الجواب بلي السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكشمال الخطأ فهي صحيحة موثوقة يعني الساعة السند أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقد في ديالنا الصحابة رضي الله عنهم يقعشن وقد في صلى الله عليه وسلم لذلك دينا هي أمشي يخدم أخلاق الناس إلى غيره. ولكن مقال علماء ميزة أنها سيرة مرضية صحيحة ولا شك أتصور بكثقة حياة رسول من الرسول. وكان الولي أدنى في كمثال مقابل سيرة مثلا بعض الأنبياء أدنى الفلسطين بني إسرائيل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام أتعرض سيرين نسبي توراة والله ببلكي أتفضل خلال الأكاديم في الناس أتفضل خلال الأمور ولا قنانا النبي أتفضل تاخذ مثال أتفضل شكرا تجي تنفذ في السنة أتفضل في كتابين السحان بالعلم الرسل وهي الكتب الخمسة الأولى للتوراة مقارنة سفر التكوين سفر الخروج سفر التثنية وسفر شيطان كريم مهم يوفي سكسن أخيرا الكتابين كيف موسى يكتب إذ موسى سيدنا موسى عليه السلام يكتب ما هو أقدم لك تكتب مثلا مثلا تقول بلي الشك أتوعد شكر ذي السيرة لم بالتوراة أتصفى سيدنا موسى عليه السلام في آخر الآية الناس أن يبقى التوراة ماشي فقط التوراة الكتب المعتمدة للتوراة خاطر التوراة ساعات أقصد كتابين ولكن لسين برميين في الكتب الصح يوم السكسن قال سفر التثنية بالتيروها يعني دو فوا وهي توكيد مقام توكيد التثنية الكتاب هذه أتصفى يعني اختطفت يعني جزء أتصفى موسى يكتب كتاب وفي نفس الوقت يهرب أمشي كبس ولم يكن عندك أكيد شو شيء إن هذه كتاب هذه التثنية لو شابيتر 34 الآية قرأت فيها سبب 4 سنوات إن هذه فمات هناك موسى عبد رب من عبد ربي عبد رب في أرض مؤاب حسب قوله ودفنه في الجواد في أرض مؤاب ثم تكمل وفي آخره ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم